النبي يا دكتور، انا قاعده كده حزينه على ابني. حزينة على ابنك؟ عنده 31 سنه. اتجوز واحده كانت معانا بتدرس هنا، قريبتني، وكانت بتدرس هنا في كليه اسكندريه. وبعدين قعدت معانا 3 سنين وكانت تروح في الاجازات، فاحنا حبناها، فجينا قلنا له تاخدها يا ابني، قال لي يما مش عايزها، انا مش عايزه. راح ابوه قال له والله لو ما خدتي انا مش راضي عنك وعادي عليك، زي ما اخوك خد واحده غصبت عني مش بنحبوها، ادعي عليك زي ما دعيت على اخوك. ليه ندعي على بعض؟ ليه؟ ابوه كان بيقول له كده. يدعي عليه ليه؟ عشان قال ايه، مش يعني ياخدها بمزاجه، ياخدها بمزاج ابوه. يعني ابوه يعني في اب يا رضا يقول لابنه يا تاخد دي يدعي عليك. هو راجل صعيدي وطبعه صعب حتى مغلبني. طب سؤال صغير من غير اي اهانه، هو الصعيدي ده مش مسلم؟ مسلم، بس والله يا دكتور انا عايشه معاه 40 سنه ساجين المره. يعني هل الساده الصعايده مش بيصلوا العشاء 4 ركعات زينا؟ بيصلي وبيقرا قران وكل حاجه. طيب بس بعد ما يقرا يقوم يشتمني. المهم يا دكتور، يعني ايه تاخد دي والا ادعي عليك؟ يعني هو خدها غصبت عنه. هو ممكن دلوقتي جدا. هو مش مرتاح. انا بس عايز اوصل للناس رساله يا رضا، ان الاب اللي يقول كده يقول يا تناولني كوبايه الميه تسقى ابوك يدعي عليك. اوكي انا موافق. ولو دعا ابوه عليه، لو الواد خدها وابوه قعد يدعي، لو ما خدهاش وابوه قعد يدعي عليه من هنا للسنه الجايه، لن يستجيب الله.